يونايتد، سيتي، ليفربول، أرسنال، تشيلسي وتوتنهام. دول الفرق اللي بيتقال عليهم البيج 6 أو الستة الكبار في إنجلترا. بس عمرك سألت نفسك اشمعنى الستة دول؟ في الفيديو ده أنا رجعت بالتاريخ لأول موسم من الدوري الإنجليزي ولحد موسم 2024، وشفت بالأرقام والإحصائيات وجمعتها لكم كلها في مكان واحد، عشان في آخر الفيديو نشوف فعلا لو الستة الكبار يستاهلوا اللقب ده ولا الزمن اتغير ومحتاجين مسمى جديد بفرق جديدة. أول نسخة من الدوري كانت في 1888، وساعتها كان الدوري عبارة عن 12 فريق بس، ومع الوقت عدد الفرق فضل يزيد لحد ما وصل 22 فرقة في موسم 91. وساعتها جريج دايك المدير العام لتلفزيون لندن شاف الإقبال المتزايد على متابعة الماتشات على التلفزيون وحب يستغل الموضوع ده، فجات له فكرة إن بدل ما حقوق البث والإيرادات تتوزع بالتساوي على كل الفرق، لا، احنا ناخد الفرق الكبيرة اللي عندها شعبية وبتدخل فلوس ونعمل لهم دوري جديد متمحور حواليهم. وبالفعل اجتمع مع ممثلين اكبر فرق ساعتها: ارسنال، ليفربول، يونايتد، توتنهام وايفرتون. الفكره كبرت، وبعد مناقشات مع اتحاد الكوره الانجليزي الفكره توافق عليها، وفي 1992 ابتدى الدوري الانجليزي الممتاز اللي نعرفه دلوقتي. الفترة قبل 1992 كانت أكتر الفرق محققة ألقاب هي ليفربول ب 18، أرسنال 10، إيفرتون 9، يونايتد أستون فيلا ب7، وفي 23 فريق مختلف قدر يكسب البطولة. لو عايز تعرف تشيلسي وتوتنهام وسيتي كان وضعهم ايه ساعتها، تشيلسي كان في المركز قبل الأخير محقق لقب واحد بس، وسيتي وتوتنهام فوق على طول بلقبين لكل واحد فيهم. فقبل 1992 ما كانش فيه بيج 6، وليفربول كان يعتبر المسيطر على الدوري، وتحته على طول ثلاثي أرسنال، إيفرتون ويونايتد. لمدة 12 سنة باستثناء موسم 95 لقب الدوري كان لأرسنال ويونايتد فقط. سير أليكس فيرجسون كان معاه أقوى فريق في إنجلترا بأسامي كبيرة زي شمايكل، سكولز، بيكهام، كانتونا ورانجيكس. بعد كده أرسن فينجر يبدأ مع أرسنال ويحقق لهم الدوري في أول موسم كامل ليه. المنافسة في الدوري الإنجليزي ساعتها كانت بين فرقتين بس زي مدريد وبرشلونة معظم الوقت، حتى في السنة الوحيدة اللي الدوري فلت منهم يونايتد خسرته على فرق نقطة واحدة بس. فالفترة ما بين 1992 و2003 برضه ما كانش فيه مفهوم الستة الكبار في إنجلترا. توتنهام كان أعلى مركز جابه السابع، وأغلب الوقت كان في النص التحتاني من الدوري، وسيتي ما عداش المركز التاسع وهبط للدرجة الثانية من موسم 95 لحد 2002. الوضع فضل كده لحد صيف 2003 لما البليونير الروسي رومان ابراموفيتش اشترى تشيلسي واستثمر فلوس كتير جدا في النادي، وجاب صفقات زي دروجبا وروبن وبيتر تشيك. وفي ال6 سنين بعد ما تشيلسي اتباع يقدروا يكسبوا الدوري 3 مرات، والثلاثه التانيين كانوا برضه من نصيب يونايتد. الفتره دي مصطلح البيج فور كان ابتدى يتكون ما بين ارسنال، تشيلسي، ليفربول ويونايتد. وبرضه ساعتها السيتي وتوتنهام كانوا بره الصوره. توتنهام عرفت توصل للمركز الخامس مرتين في 2006 و2007، بس بعدها ترجع تاني لمركز ال11 والثامن. والسيتي فضلت برضه في النص تحتاني من الدوري، واعلى مركز وصلوا له كان الثامن في 2004. ولكن للمره الثانيه الوضع ده يتغير عشان الفلوس. في صيف 2008 الشيخ منصور يشتري السيتي ويبدأ عصر جديد في الدوري الإنجليزي، وماسورة الفلوس تفتح. في 2008 السيتي يصرف 157 مليون يورو ويجيب لعيبة زي كومباني، روبينيو وزاباليتا، بس يخلص مركز عاشر ويونايتد يكسب الدوري. في 2009 صرفوا 150 مليون يورو تانيين وجابوا تيفيز، أديبايور، كوليتوري وباتريك فيرا، بس تشيلسي هو اللي كسب الدوري والسيتي وصل لمركز الخامس. السيتي خد باله ساعتها ان كل ما تصرف اكتر كل ما هتعلى في الترتيب، وفي 2010 فتحوها على الاخر، يصرفوا 180 مليون يورو ويشتروا كل اللعيبه دي: تشيكو، يايا توري، بالوتيلي، ديفيد سيلفا، كولاروف، جيمس ميلنر وبواتينج، بس برضه ما يكسبوش الدوري ويخلصوا في المركز الثالث، ويونايتد هو اللي يكسب. بس هل يسكتوا؟ لا. في 2011 يشتري اجويرو، سمير نصري، سافيتش وكليتشي. واخيرا والاول مره من سنه 1968 السيتي تكسب الدوري في اخر شوطه، في اخر هجمه، في اخر ماتش في الموسم، وياخدوا اللقب من اليونايتد بفرق الاهداف فقط. وبعدها بسنه يكسبوها تاني، وبكده يكونوا كسبوا الدوري مرتين في 3 سنين، ومعاهم فريق مليان نجوم ومالك غني. ومن هنا بدا الاعلام يجيله فكره جديده. الدوري الانجليزي على طول مسوق نفسه بالمنافسه بين الفرق كلها، واتشهر على كده. في اول 12 سنه اللقب كان ما بين فرقتين بس، بعد كده في 2004 بين 3 فرق بتكسب و4 بتنافس، وفي 2011 السيتي دخل في الصوره. وساعتها سكاي سبورت والاعلام الانجليزي حب يكبر اسم البيج فور عشان يدخل السيتي معاهم، بس عشان يرسخوا فكره المنافسه وقوه الدوري قرروا بدل ما يدخلوا سيتي بس ويبقوا 5 كبار، احنا نشوف فريق تاني ونبقى كده الدوري الوحيد دلوقتي اللي عنده بيج 6. وبما ان توتنهام قدر يكون في المراكز السته الاولى لمده 5 مواسم ساعتها ويوصل لربع نهائي دوري الابطال، كان هو اللي اختاروه عشان يدخل مع السيتي ويعمل مفهوم السته الكبار اللي نعرفه دلوقتي. بس هل توتنهام يستحق يكون في القائمه دي ولا محطوط سد خانه عشان يبقوا 6؟ تعال نشوف بالارقام. لو خدنا فريق من البيج 6 هنشوف التالي: يونايتد
اكتر فريق محقق الدوري ب 13 لقب و3 دوري ابطال. ليفربول اكتر فريق انجليزي محقق دوري ابطال اوروبا ب6 القاب، واكتر فريق محقق الدوري الانجليزي في نسخته القديمه. ارسنال 3 القاب دوري والفريق الوحيد اللي يكسب الدوري الانجليزي بدون ولا هزيمه. تشيلسي 5 القاب دوري، 2 دوري ابطال و2 يوروبا ليج. السيتي 8 القاب دوري، 1 دوري ابطال اوروبا، الفريق الوحيد اللي يعدي 100 نقطه في موسم واحد والوحيد اللي يكسب 4 دوريات ورا بعض. توتنهام 0 دوري، 0 ابطال، 0 يوروبا ليج. اخر بطوله كسبوها كان كاس الرابطه الانجليزيه في 2008، ودي حرفيا بطوله فرقه زي سوانزي وبرمنغهام قدروا يكسبوها في اخر 15 سنه. الحاجات اللي مخليه لقب البيج 6 لسه مع توتنهام هو الشعبيه والايرادات. توتنهام تاسع اكتر فريق في العالم محقق ايرادات في الموسم اللي فات والخامس في انجلترا. وتاني حاجه انهم قدروا يحققوا مركز في اول 6 لمده 11 سنه متواصله. اعلاهم كان المركز الثاني في 2016، بس ساعتها كان برضو الفرق بينهم وبين الاول 7 نقط بس. مقارنه بالقاب باقي الخمس فرق، هل ده كفايه؟ اي نعم، فريق زي يونايتد دلوقتي بيعيش اوحش ايامه ويعتبر مش بينافس، بس تاريخه والقابه بيخلوه دايما من اكبر الفرق في انجلترا. والعكس على السيتي اللي الماضي كان يعتبر صفر وهبط من الدوري لسنين، بس دلوقتي هو تاني اكتر فريق كسبه وواحد من اقوى الفرق في العالم تحت قياده بيب جوارديولا. البيج 6 مستحيل يفضلوا في احسن مستوياتهم على طول، ده شيء منطقي، بس توتنهام عمره ما كان مسيطر على الدوري ولا على اوروبا ولا عنده عدد الالقاب اللي تشفع له لما يقع زي يونايتد مثلا. فهل مكانه وسطهم فعلا مستحق، ولا وجوده هناك هو مجرد حركه تسويقيه كبيره للدوري الانجليزي عشان يبقى عندهم مسمى البيج 6 دونا عن باقي الدوريات؟ قول لي في الكومنتات تحت رايك، وانا حابب اسمع وجهات النظر كلها، واكتب لي لو شايف ان حان الوقت لتغيير مفهوم الستة الكبار ولا لا. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف فيديو جديد كل اسبوع، وممكن تشوف باقي الفيديوهات من هنا. اشوفكم الاسبوع الجاي.